صباح الخير. يا رب تكونوا كويسين. انا النهارده عايزه اتكلم في موضوع مهم جدا بدون دخول في تفاصيل كتير، وهو ان احنا دايما بنبقى حاسين ان احنا تايهين. يعني بنبقى قاعدين اللي هو طب انا مين؟ انا بعمل ايه في حياتي؟ انا ايه الخطوه الجايه اللي انا المفروض اعملها؟ طيب انا مش مركزه. المفروض اعمل ايه الخطوه الجايه؟ كل الحاجات دي بتبقى مخليانا ان احنا حاسين بالتوهان، مش عارفين ايه الخطوه الجايه. اول سبب بقى الموضوع ده ايه؟ هو فقدان الهويه. زي ما قلنا اللي هو يعني انا مش عارف انا مين. طيب انا عارفين سؤال اللي هو انا مش عارف هطلع ايه لما اكبر، رغم ان احنا ممكن نكون خلاص قربنا نتخرج من الكليه، او داخلين على كليه، او حتى لسه لو في مرحله الثانوي او اتخرجنا اصلا. بس احنا فعلا مش عارفين احنا هنطلع ايه لما نكبر. تاني حاجه بنبقى خايفين اصلا ان احنا نبدا عشان ما نفشلش، عشان احنا بنبقى شايفين ان احنا لو بدانا فاحنا لازم نعمل حاجه بطريقه مثاليه بحته، يعني اللي هو ما بنبقاش حاطين نسبه 1% خطأ. فطبعًا دي حاجة مش صح أبدًا، لإن بجد، بجد ما فيش أي حد بيبدأ بطريقة كاملة، اللي هو لأ أنت مهما بدأت ومهما عُزت إن أنت تبدأ الحاجة كاملة مستحيل تبدأ كاملة. ليه؟ لإن ده جزء من التجربة أصلًا. يعني أنا لو ما جربتش أول مرة وحسيت إن في حاجات غلط أنا عايزة أصلحها في المرة اللي بعديها، طب المرة التالتة في حاجات أكتر عايزة أصلحها، أنا هاحس إن أنا يعني هاحس إزاي إحساس إن أنا نجحت، لو أنا أول ما بدأت حاجة عملتها على طول؟ ده مش منطقي بجد خالص. رابع حاجة هو الانفصال عن الذات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مش مهتمية بصوت أفكاري اللي جوّه، أو مش مهتمية بإن أنا عايزة أعمل إيه، أنا مش مهتمية بأي رغبة من رغباتي. أنا مثلًا بادرس بس، أو عايشة حياتي في الشغل بس، أو أنا أقصد الروتين اليومي اللي هو كل يوم هو بيصحى يكرر نفس الموضوع، ومش بيبقى عندنا فرصة إن إحنا نعمل حاجة جديدة. إحنا شغالين شبه المكنة حرفيًا، ومش عارفين إيه المفروض إن إحنا نعمله، فبنتجاهل كل رغباتنا ومشاعرنا وكل حاجة إحنا عايزين نعملها، كل حاجة بتخلّينا بجد مبسوطين، ونبدأ نركز في كل حاجة إيه المفروض إن إحنا نعملها، وروتين يومنا زي ما قُلت لكم. طبعًا ده بيدّينا إحساس في آخر اليوم، طب أنا عملت إيه؟ طب أنا ولا حاجة من اللي أنا عايزاها اتحققت. طبعًا كل ده بيخلّينا حاسين أكتر إن إحنا تايهين. وفي حاجة تانية برضه اللي هي تراكم المشاعر القديمة. بمعنى إن أنا حصل لي أي situation مثلًا معيّنة، فأنا بافكّر فيها ومش بافكّر غير فيها، واللي هو كل الدنيا بقت سودا قدّامي وأنا مش عارف أعمل إيه، ومش بافكّر في أي حاجة، ولا بافكّر في مستقبلي، ولا بافكّر في أي هدف أنا عايزة أعمله، غير إن أنا مش قادر أتخطّى مشكلة معيّنة حصلت. فده بيبقى جوانا عامل حِمل بطريقة أنتم مش متخيّلينها، بيبقى مانعنا عن أي حاجة. في ناس أصلًا بييجي معاهم الموضوع إن هُم مش قادرين ياكلوا، مش قادرين يعيشوا حياتهم طبيعية، مش قادرين يشوفوا ناس، بسبب إن هُم عندهم مشاعر متراكمة بكمية رهيبة. فطبعًا كل ده لازم نتخلّص منه الأول. وحاجة تانية وهي الضغط من الناس اللي حوالينا. ساعات كتير مثلًا بيبقى كلام من الأهل، أو كلام من الصحاب، أو كلام من حد شخص عزيز علينا أوي، كلام كله من النوع اللي هو أنتم ما بتعملوش حاجة، أنتم إيه اللي أنتم بتعملوه ده، حتى لو أنتم بتعملوا حاجة أو هدف معين أنتم عايزين توصلوا له، تبقى الناس شايفاه اللي هو إيه ده، ده مش مهم بالنسبة لهم. طبيعي مش هيبقى مهم بالنسبة لهم، المهم إن هو يكون مهم عندكم أنتم، وإن أنتم فعلًا مستريحين فيه. فبجد طز في كلام الناس اللي حوالينا، طز في أي حاجة. أنا من رأيي إن أنتم تقعدوا كده كأنكم مش سامعين أي حاجة حواليكم، ومش مهم رأي الناس فعلًا. المهم إن أنتم فعلًا إيه الحاجة اللي هتخلّيكم مبسوطين، وإيه الحاجة اللي أنتم عايزين تعملوها بغض النظر عن كلام كل الناس اللي حواليكم. طيب أنا كده عرفت إيه الحاجات اللي ممكن تكون مسببة لي إحساس إن أنا تايه، أو مش عارف إيه الخطوة الجاية. طيب بعدين أنا خلاص عرفت، إيه الحل بقى؟ أول حاجة إن أنتم تحددوا فين نقطة التوهان بالضبط. هل أنتم تايهين في حياتكم كلها، والّا تايهين في مستقبلكم، والّا تايهين في فكرة معينة مش قادرين تتخطوها؟ إيه بالضبط النقطة اللي أنتم تايهين فيها؟ وتبدأوا تحددوها وفعلًا تكتبوها وتعرفوها بالضبط، وتكتبوا بعديها كل الحاجات اللي هتساعدكم إن أنتم توصلوا للي أنتم عايزينه، وإن أنتم تودّوا شعور التوهان ده خالص. بعد كده ممكن تسألوا نفسكم إيه الحاجة اللي لو حصلت دلوقتي هتخلّيني مبسوطة أوي، هتخلّيني مثلًا طايرة من الفرحة. إيه الحاجات اللي كانت بتبسطني؟ في ناس كتير أوي بتبقى ناسية من كتر مثلًا ما هي بقى لها فترة كبيرة أوي ناسية إيه اللي كان بيبسطها، هي نسيت خلاص، يعني هي فعلًا مش فاكرة إيه اللي كان بيبسطها. فده من وجهة نظري أنتم محتاجين تقعدوا اللي هو لأ، أنا بجد محتاجة أعرف إيه اللي كان بيبسطني وأبدأ أعمله تاني. وحاجة تانية مهمة جدًا، جدًا، إن أنتم تبطّلوا مقارنة ما بين أي حد حرفيًا، حتى لو أنتم عندكم المشكلة دي من زمان جدًا، بس بجد يا جماعة المقارنة دي حاجة يعني بتقتل كل حاجة حلوة، بتقتل أي هدف عايزين توصلوا له. أنا بقى كنت باعمل إيه؟ أنا كنت بييجي عليَّ فترة بامسح كل السوشيال ميديا اللي عندي، إنستجرام، تيك توك، فيسبوك، كل حاجة بامسحها. باخلّي مثلًا واتساب بس عشان لو أنا باتواصل مع حد، لو في شغل أو دراسة أو أي حاجة، ده باخلّيه. وكمان ساعات كنت باقفل عليه النت عشان مش عايزة أسمع أي حاجة، أنا بافتحه بأوقات معينة وباشوف الحاجة المهمة والضرورية خلاص باقفله تاني. وكنت بابقى عايشة أكتر مع اليوتيوب،
انا بحب قوي الفايبس بتاعت الفيديوهات اللذيذه كده، اللي هو لو حد مثلا عنده معلومه كويسه اخدها. انا كنت بحب الاجواء دي جدا. فانا دايما كنت عايشه مع اليوتيوب في فيديوهات فعلا عارفه ان هي هتفيدني، ومعايا ورقه وقلم واكتب كل حاجه انا حاسه بيها. ممكن وانتوا بتتفرجوا على فيديو معين يجيلكوا كده لحظه احساس معينه، اللي هو ايوه انا اللحظه دي انا عرفت انا مثلا متضايق من ايه، او انا عرفت ايه السبب اللي مخليني تايه، فاقوم كاتباه بسرعه. فسبحان الله، حاجات بسيطة جدا أو لحظات بسيطة جدا، بس هي ممكن تكون بتفرق جدا جدا في النفسية. وآخر حاجة إن انتوا تعملوا خطوة واحدة بس كل يوم. محدش بيعمل أي حاجة بطريقة مثالية، ومحدش هيوصل لحاجة هو عايزها بنسبة مليون في المية من أول مرة. فأنا اللي كنت ساعات كتير قوي بعمله إن أنا كل يوم بعمل حاجة صغيرة قوي، حتى لو اللي حواليا شايفينها إن هي حاجة بسيطة جدا وإن هو أصلا انتوا بتعملوا إيه، أو لو جوايا صوت بيقولي انتي ما بتعمليش حاجة أصلا، أنا كنت ببقى عارفة إن كل ده حاجات شيطان. وكنت باستغفر ربنا كتير. بجد يا جماعة الاستغفار انتوا مش متخيلين بيفرق ازاي، وخصوصا الاستغفار اللي كان بالصيغة اللي هي اسمها سيد الاستغفار. دعاء سيد الاستغفار ده بجد تحفة يا جماعة، وبيخليكوا احسن في حاجات كتير قوي، وبيهديكوا من جوه بطريقة انتوا مش متخيلينها. وحاجة تانية، ساعات بيكون مثلا في مكان معين متعطل عندكم، او مكان معين مش عارفين توصلوا له. فالاستغفار بجد بجد بيساعد ان هو سبحان الله، يعني الموضوع ده بقاله سنين متعقد، وبقاله سنين مش عارفين تحلوه. يجوا في يوم وليلة بسبب استغفار، خلاص انتوا الموضوع ده بقى تمام بالنسبة لكم، وانتوا اصلا هتبقوا مستغربين، واللي هو ازاي ده حصل يعني بجد. بس دي كانت كل حاجة عايزة اقولها النهاردة. حاجة بسيطة كده ولذيذة، وان شاء الله تساعدكم جدا ان انتوا تبقوا حاسين ان انتوا مستريحين شوية. أو إن انتوا تتفتح لكم ساعات كده في حاجات في الدماغ بتنور كده، بتبقى هي بجد بداية كل حاجة كويسة. يعني أتمنى إن الفيديو ده يكون بداية إن انتوا تعرفوا ايه الخطوة الجاية. قولولي حابين ايه تاني إن أنا ممكن أعمله، موضوع شاغل دماغكم، عايزين تلاقوا له حل معين ومش عارفين. وإن شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش بقى الشير والسبسكرايب والحاجات دي عشان نعمل حاجات أحسن الفترة الجاية. بس باي باي.